ولا انت ازاي عايش يلا؟ انت ازاي عايش من غير ما تشترك في كورس التداول اللي هتبعت لي رقم 8؟ هبعت لك لينك الدخول عليه ب 14 جنيه ونص. للمصداقية بس مش اكتر. انت ازاي عايش كده لا من غير ولا؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، اكيد فيديو جديد. ايه العبط دوت؟ المهم يعني، تمام. هو انت ازاي عايش من غير ما تبعت لي رقم 8 ابعت لك كورس التداول الرائع ب 14 جنيه ونص؟ ده السؤال بقى اللي بيجي في بالنا كمحمود. هو انت ليه اصلا هتحتاج لي انا ابو 14 جنيه ونص، ابو 100 جنيه، ابو 200 300 جنيه، وانت بتدخل الوفات من الملايين؟ يا عم انت بالبليونير، بلاش الكلام ده. نقول انك بتدخل في رينج 70000 جنيه في الشهر، تمام. هتحتاج لي انا ليه ابو 200 جنيه في الكورس ليه؟ اه، وما تقوليش بزود دخلي، ما تقوليش دي خالص. ما تبقاش عامل زي اللي بيشتغل في بنك مثلا الصبح وبعد الظهر اوبر، تمام. يعني اللي بيعمل كده يبقى حاجه من اتنين برضو. يا اما هو طفشان من مراته ومش عايز يشوف وش امها خالص، وخلاص بقى ايه، خلاص بيخلص شغل في البنك يطلع على اوبر، مش عايز يشوفها، هو مش عايز يشوفها، تمام. يا اما حاجه تانية، ودي يعني واحد برضو مغفل بيتجوز، شغال مثلا في بنك تيلر ولا حاجه، مع حته عربيه ابوه جايبها له. ابوه جايبها له بيزق معاه، يعني مش بتريق، تمام. وبيشتغل عليه، عايز يجهز نفسه، مغفل يعني، مغفل عايز يروح يتجوز ويعيش بقى في مصاعب الحياه بقى، اكل شرب شخخ لبس. لانك انت هقول لك تقول لي شخخ لبس اكل شرب دي للام، اقول لك لا، انت اللي بتجيبها بفلوسك يا استاذ. يا استاذ، يعني انت، ما هي معلش، هي لو هتاكل ما هو بفلوسك، ماشي. هي لو هتشرب ما هو بفلوسك، هي لو هتلبس ما هو بفلوسك، هي لو هتشخخ ما هو بفلوسك، تمام. وده ما يقللش من قيمتها خالص، لانك قيمه المراه في البيت قيمه معنويه، مش قيمه جسديه. لعلمك يعني، انت بس قيمه جسديه، انت لازم يطلع ميتين اهلك ليل نهار في الشغل، تجيب ال 14 جنيه ونص تروح تديهم تحت تداول. تختار بقى، يا اما تجيب اتنين بامبرز فرط وانت طالع، يا اما تديهم بقى للاستاذ اللي اقرا بتاع التداول اللي عايش في الساحل 6 شهور الساحل. كل ده ليه؟ عشان هو بيعمل كورس تداول فشيخ جدا جدا، هيخليك مليونير في ظرف اسبوع، ظرف اسبوع. ده اول مثال. ماشي، تاني مثال بقى. انا عندي سؤال. ليه احنا بنصدق على طول بتوع التداول، تمام، وما بنصدقش الناس المحترمه بتاعت الديجيتال ماركتنج يعني؟ بامان، يعني بجد. انت كمخك البشري الظريف ده، معاك المدام في البيت ومعاك الاولاد. انا متفاهم انك متكاسل فشخ، متفاهم، انا فاهم ده. انت بتيجي يا عيني بالليل، حتى الواحد ما بتعرفش تعمله، بتبقى قاعد صاحي حاجه زي الزفت. انا متفاهم، انا عذرك يا صديقي، انا عذرك، فاهم ده. بس مش للدرجه دي. اتعلم حاجه جديده يا عم، اعمل اي حاجه يا عم، عيشها حلو كده. ما كانش واحد يعني يا عم، عارف لما تتعلم حاجه جديده تكسب منها فلوس وملايين، زي الاستاذ اللي اقرا اللي لسه بنتكلم عليه من شويه، تمام. هتعرف كتير بقى، تعرف تعمل حاجات كتير بالليل بقى والصبح وفي كل حته. انت خلاص بقى تشوف انت بقى، ودي عند تيتا، ماشي، ويلا بقى عيش انت بقى مع حالك انت بقى والمدام بقى. ممكن تجيب مدام غيرها عادي، الشرع محلك 4. انا مش شايف في مشكله في التعدد، مش شايف خالص في مشكله، مش شايف بجد. واللي ترفض تبقى 60 في 70، لان هو ربنا قال كده. هو الشرع محلل لنا 4، ده حلال عندنا، تمنعيني في حاجه حلال ليه؟ ليه احنا كلنا كمصريين وكعرب على طول بندور على اللي هو ايه، تعمل ليفل اب بسرعه جامده فشخ يعني؟ ليه بتكسل تاخد الخطوات بقى وكده والكلام ده ليه؟ بجد. يعني ليه بلاقي واحد مثلا نايم على سريره بالليل يقول لك ياه، انا عايز اركب الرانج روفر بكره، انا محتاج اركب المرسيدس الاي ام جي دلوقتي، تمام. في ظرف ان في واحد راكب 127 ماشي، وبيقول لك ازاي هجيب اللادا 2018 وبياخدها تدريجيا ليه؟ ولما حاجه ده ابتلاء. انا عايز اقول لك حاجه، ده ابتلاء انك تقعد تفكر، كتير قوي بقى، اللي هو ايه، ده انا هبقى غني، ده انا هبقى مفيش مني اتنين، ده انا لما ابتلاء. بجد، اول ما تحس كده استغفر ربنا، تمام، وحاول ترجع لربنا كده، عشان هو كده ربنا بيعمل ايه بقى؟ من غضبه عليك يا استاذ بيخليك تقعد تتخيل وتحلم وما تنفذش، تمام. في غيرك بقى بيقول ايه، ده انا نفسي اركب رينج روفر. طب ما انا عايز اشتغل شغلانه بقد كده في الشهر، تمام، عايز اشتغل شغلانه بقد كده في الشهر، واحقق لها قد كده، واحوش قد كده، واعمل مش عارف ايه. مش زي الراجل اللي اقرع بقى بتاع الساحل، مش اللي يجي يقول لك تعالى خد كورس ب 14 جنيه ونص وابعت لي رقم 8، ماشي، وهخليك مليونير بكره، ماشي. هو قال كده خلاص،
دقيقه او قلب الفيديو اللي بعديه يقول لك ايه، بس انا ما اضمنلكش ربح، انا ما اضمنلكش ربح، بس هتبقى مليونير. ازاي؟ ما اعرفش، بس انا ما اضمنلكش ربح. ابعت لي انت بس ال 14 جنيه ونص ماشي اللي معيشني دول وانا قشطه. بمناسبة البامبرز الفرط، تمام، روحوا اتفرجوا الفيديو اللي الراجل الاقرع ده هتلاقوه جايب بامبرز فرط حاطط فيه التليفون ورميه في نص الشاطئ. انا مش فاهم، دي مش حركات حد من مليونير او معاه فراري او حتى قرع. ده مبدئيا يعني انا اعرف ناس قرع احسن من كده بكتير، بيبقى مخهم مستوي، يعني يبقى مخهم مستوي من الشمس، الشمس ضاربه فيه ليل نهار، مخ مستوي. مش كده، ما بلاقي بجد بجد انا ما بفهموش، مش عارف افهمه، مش عارف احسه. لا الراجل ده غريب صعب. من الحاجات اللي بتستفزني بقى على النت جدا اليومين دول وهو الليبسنج. الليبسنج موجود من زمان بقى، كان في زمان بقى ميوزيكلي بقى والكلام دوت، دلوقتي بقى ليبسنج. ليه انت كبنت ماشي عشان ضفرك طول شويه تطلعي تشكلي بيه ماشي في مثلا على مثلا مهرجان اسمه ايه، كابونجا، كابونجا على مهرجان لكابونجا وتشكلي بيه على انه موس؟ ليه حضرتك؟ يعني عيب على الليب جلاس واللي انت حطاه على شفايفك اللي بيخلينا احنا كشباب بنشوف الفيديو علمك احنا من كتر ما احنا مش مركزين احنا بنبقى شايفينك وسامعين صوت كابونجا، بنحب كابونجا اكتر. اقسم بالله انا عارف بقول لك ايه، قولي احنا بنسمعه ليه بنهايبر، بنشتغل كده بنهايبر وبنودي. انت ليه تشكلي ضفرك الحلو دوت على انه موس؟ حضرتك احنا اقسم بالله، انت عارفه يعني ايه احنا بنروح ندفع 14 ونص عشان نبقى مليونيرات بكره؟ يعني انت متخيل عشم اللي احنا متعشمينه؟ ما بالك انت بقى لما تطلعي مهم. ايه المهم؟ تمام. فانا بقول يعني بجد لازم نعقل نفسنا على السوشيال شويه. يعني السوشيال ميديا طريقه لانك تكسب منها اكتر ما انت تترفه منها حقيقي. تكسب منها حاجات كتير بقى في دراسة في كل حاجة بعيدا عن الكليات. لأن أنا بص، اللي بيقول لك النت هينفعك في الكلية والكمبيوتر هينفعك في الكلية كده بيبقوا صواريخ أصلا بيروحوا يشقطوا بعض في الساحة والدنيا تبقى مليطة هناك أساسا. والله أنا أسمع مني، أنا بقول لك أهو، أنا الساحة بتاعت الكلية دي بقول لك إيه، كباريه، كباريه أقسم بالله كأنك داخل بي 2 أساسا. ما أنت طبعا متعرفش بي 2 صح؟ ماشي قشطة، الحمد لله إنك متعرفوش، ولا أنا أصلا دخلته قبل كده عشان غالي جدا، غالي جدا. ما تفكرش تخش اي بار في اسكندريه ماشي ليه؟ غالي جدا وكله اندر ايدج. تقول لي عرفت مين انت ما دخلتش؟ اقول لك ما انا من الاندر ايدج. حاجه تانية بتستفزني بقى بس دي على ارض الواقع مش في السوشيال عموما، سواقين التكاتك. انا بلاقي سواقين التكاتك سواقين التكاتك سوري عاملين كاتبين امثله على تيس التوك توك، تمام، بيخلوني انا شخصيا، انا ممكن لو انا اللي سايق عربي مثلا، انا سايق عربيه او سايق موتوسيكل مثلا، انا ممكن اسيب الطريق واسيب العربيه واسيب الموتوسيكل واسيب ام العيال اطلقها حالا لاجل ان انا بس افضل مركز هو كاتب ايه. او مثلا لو الكتابه مثلا ايه بتروح وتيجي كده الوان، انا ممكن بص اسيب حياتي كلها وبص عشان انا النهارده هترجم هو بيقول ايه، لازم اترجم. ولا اللي كتب نمر مميزه بقى، اللي بيكتب نمر مميزه دوت بقى ده بيجن ميتين اهلي، ده بيجيب لي بقى من جوايا انا جنان، جنان. اللي هو انا ممكن، انا عايز اقول لك ان انا ممكن اقسم حاجه في الشارع واروح بقى من كتر ما انا مركز معاه او جاي راشق فيه فاهم، تلاقيني قاعد معاه جوه في العربيه فاهم، او قاعد وراه على الموتوسيكل مثلا. ممكن والله انا عندي مشكله في السرحان غريبه، يعني انا ما بعرفش اسوق موتوسيكلات تمام، ولا عربيات يعني ما يعني فاهم يعني، قول العربيات دي يعني مفيش حد بيقول لك ما بعرفش اسوق عربيات، انت بتعرف تسوق يا لا. انك ما بتعرفش تسوق ده شيء عادي، وانك بتعرف تسوق ده شيء عادي برضه. بس ما بعرفش اسوق موتوسيكلات، بعيدا ان كل اصحابي يعني او اغلبيتهم عندهم موتوسيكلات بس انا عموما ما بحبهمش اصلا يعني. الموتوسيكلات، وما بحبش صحابي برضه عادي يعني. تمام. فانا دلوقتي ما بحبش الموتوسيكلات فما بعرفش اسوقها. فبس جيت مره اتعلمت وجيت اتعلمت، كان صاحبي لسه جايب الموتوسيكل ما بقولوش شهر ولا شهرين، لا والله كان اسبوعين كمان يعني، كان جايبه له اسبوعين. المهم كانت في تريلا كبيره واقفه، مش تريلا، عربيه عربيه جهينه بتنزل عصير وكده. العربيه دي في منها صغير اللي هو تنيات بقى مثلا بتيجي توزع وبتاع، يا اما عربيه كبيره بقى زي عربيات البيبسي زمان اللي كانت بتبقى ناحيتين، دي عربيه كبيره قوي. المهم
فالعربيه دي كلها مصفحه، يعني انت ممكن تضربها بالنار فاهم، وفي ناس جواها وممكن ما يخش لهمش الطلق، ما بالك بقى انت لو دخلت فيها انت شخصيا. ما علينا. ده اللي حصل من الاخر، ان انا جيت معلم ركب ورايا، وبص يا محمود ايدك على الدبرياج والبنزين، وبص يعني وزود شويه ومش عارف ايه شويه. فانا جيت بقى ايه، خلاص مخي ترجم ايه، كل ما تديها بنزين كل ما تسيب من الناحيه دي. طب فين الفرامل؟ انا بسوق سكوترات، فالفرامل فين في مخي بقى برضو، ان مكان الدبرياج ازاي ما تفهمش. فجيت لك يا معلم، رحت جيت بزود وبسيب دبرياج، المكنه طايره بينا مره واحده، مش عارف المكنه جابت كام، وصوتها بقى اعلى صوت في الدنيا. تمام، وبوم رشقنا في العربيه ديت. وسمع صوت ورايا، في صوت في الخلفيه كده في الباك جراوند، دوس فرامل، دوس فرامل، وانا بدوس فرامل، او بدوس فرامل بس هي فرامل الموتوسيكل تحت. لا انا بدوس فرامل في الدبرياج، انا بعمل كده في الدبرياج. اللي هيجنن امي بقى ان اصحابي لما بيسيبوا الدبرياج المكنه بتقف. اشمعنى كنت بعمل كده بقى بالدبرياج والمكنه ما بتقفش؟ انا هموت وافهم الحوار ده هيجنني. المهم اني بس ما حصلناش حاجه والله. ده ركبتي اتفتحت وركبته اتفتحت وبنطلوناتي اتفزقت، والتانك اخد خبطه وحشه، المرايه اتكسرت، الكتله بتاعت المارش والكلام ده باظت، اتغيرت. حاجات بسيطه يعني. مش عارف هو كان مكبر الموضوع قوي ساعتها، يعني الموضوع كان داخل في سكه 7000 جنيه يعني، بالتانك بكل حاجه. تمام، فهو كان مكبر الموضوع يعني، كان مديله مثلا، كان مديله حقه بتاع 10000 جنيه، بس هو اصلا اتلم في 7000 جنيه، فمش عارف ليه هو كبره قوي كده. المهم يعني، الحوار اللي بعديه بقى، انا نفسي اوقف كل شاب في اسكندريه وفي اي محافظه في مصر، بقول لك ايه، في اي حته في الوطن العربي عادي طالما بيتكلم عربي هوقفه. انت ليه بتلبس اكسسوارات طوبك او بيجي؟ انت مش توبك ومش بيجي ومش سنوب دوج، انت مش الناس دي. ليه الاقيك نازل لي ب60 سلسله فضي، برونزي، ذهبي، وقاعد اعمل لي كده، وكلب جنبك. تمام، الكلب ده اللي هو صاحبك، لا مش الكلب، ما بيبقاش واقف بكلب، هو بيبقى بصاحبه. ليه بيقول عليه كلب؟ عشان بيبقى لابس سلسله جنزير بقى. سلسله جنزير دي سلسله جنزير كلب. ده بجد. تمام، يعني لو انت لو ممكن لو ربطته في اي حاجه هيتربط ويفضل قاعد معاك عادي. الصاحب اللي قدامك، صاحبك اللي بيوافق ان هو يلبس سلسله جنزير ديت زي بتاعت الكلاب، بيبقى وافي جدا. المهم يعني، هو سيادتك ليه بتعمل في نفسك كده؟ يعني انا المفروض دلوقتي انا اشوفك ازاي بعد ما انا مثلا انا ماشي في الشارع، اوف، ايه ده؟ انا شايف باترينا متحركه، ده مبدئيا باترينا متحركه. يعني انا بص، انا كل اكسسواراتي مثلا في الدنيا حاجتين دول، دي ودي. دي عشان بحب الانسيالات، ودي السلسله اللي كانت تعبان وكانت طالعه ترند والكلام ده، انا قطعت التعبان وبقيت بلبسها حظاظ اساسا يعني. اللي بيقعد بقى يلبس باترينة سلاسل وانسيالات بقى وخواتم خواتم خواتم، دوت ايه دنيته؟ ده انت ايه دنيتك يا صاحبي؟ بتفكر في ايه؟ يعني انت كنت بتفكر في ايه وانت بتلبسهم كده ونازل؟ اللي هو هتيجي بنت مثلا تقول لك يا نهار ابيض ومنيل على اللي انا شايفاه ده، انا شايفه الراجل الفاضي قدامي. لا لا، انا مش قادر، انا مش قادر. انت تطلع اشعاع مثلا من بزك ممكن يخلي البنت تعجب بيك مثلا لاجل اللي انت لابسه ده كله؟ اكيد لا. كنت انا طلعت اشاعات بنت كلب، ومن حتت ما تتخيلهاش بقى، مش من بيزي بس، اقسم بالله. وقدها، والله قدها وعمل. طيب تاني اكتر حاجه بتخنقني في الموضوع دوت، انا متفاهم جدا فكره انك تكون شخص بتحاول تعمل نفسك شبح عشان تخوفني. جميل. بس ليه تحاول تبقى كيوت؟ ليه؟ يعني اللي بص، هما 3 انواع: اللي بيحاول يبقى محترم عشان الناس تحترمه، اللي بيحاول يبقى شبح عشان الناس تخاف منه. طب واللي بيحاول يبقى كيوت ده النوع التالت بقى اللي انا مش فاهمه. يعني انت عايز تبقى كيوت ليه؟ عشان انت عايز نيكك؟ ما انت لو عايز نيكك قول، هعملها. بس ما تحاولش تبقى كيوت، تعال قول لي انا عايز كذا. مش هقول لك لا والله. انا مش هقول لك لا. انا مش هقول لك لا. انا اللي معشمني ان البت ام ضفر اللي بتقعد تشكل على اغاني كابونجا بضفرها على انه موز بقى، وهديك مش عارف فين مش عارف بتعمل لك كده فاهم، بضفرها اللي هو قد كده، جامد جامد جامد. المهم يعني، اللي بيخليني افضل بتفرج على البنت دي متامل ان انا لو بعت لها على الدي ام هترد عليا ونتصاحب. واللي يخليني بص عندي الامل في الراجل ابو 14 جنيه ونص الاقرع بتاع الساحل دوت، ان انا بسببه ابقى مليونير. ماشي، اكيد احب افك عن نفسي شويه. لو جيت قلت لي تعالى خد اعمل كذا هقول لك قشطه اخويا، يعني مش موضوع. ما انت برضه هتتبسط، انا هتبسط، ما اكدبش عليك هتبسط، اغمض عيني، مش
هغمض عيني واحط اي حاجه على بقك مش هتتكلم، هبقى مبسوط على عادي. بس كده حاولت افتح الكاميرا وافضفض باللي جوايا، عشان انا في ناس بتستفزني وفي حاجات بتستفزني كتير بتحصل، فحبيت اطلع افضفض عليها شويه قدام الكاميرا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك. لو مهتم بمحتوى القناه يعني وساهمت في ضحكتك او ساهمت في ابتسامتك، شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. انا بس محتاج شويه تشجيع في الكومنتات، ان انا اعرف اكمل في المحتوى واعرف انزل كل يوم، فمن فضلك انا محتاج تشجيعك. انا داخل على فتره كبيره، فتره ثالثه ثانوي، هنزل لكم فيها فيديوهات، هنزل فيديوهات 3 ايام في الاسبوع، منهم فيديو هيبقى ملخص الاسبوع كطالب. تمام. وبس. ولو وصلنا 150 مشترك قبل ما اخش ثالثه ثانوي، ممكن احكي لكم شويه عن نفسي بقى، كشغلي، كنت بشتغل ايه، كنت بعمل ايه وكده. و... وده ممكن يفيدكم انتوا في حاجات كتير يعني، لأن كانت طبيعه شغلي ليها دعوه بالدراسه يعني وكده. تمام. ف شكرا على الدعم، شكرا على 95 مشترك، واشوفكم في الفيديو الجاي.